اشهر وصفة فينو على فيسبوك هي وصفة حورية المطبخ بفضل الله. بالمية بس ومن غير ولا لبن ولا بيض ولا زبدة هتعملي فينو المخابز 22 رغيف ب10 جنيه بس. وتحدي يا فوزية، هعملك 10 وصفات في 10 ايام للمدارس، كل وصفة ب10 جنيه، اتحدى بيها اي حد. بس قبل ما نبدأ كده صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شجعوني بقى بلايك للفيديو ده علشان انا واثقة ان الوصفات الجاية ان شاء الله هتبهركم وهتحذفولي بوسة كده في الكومنتات. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. هنا وزنت كده نص كيلو من الدقيق علشان اوصل لكم، عشان ما حدش يقول لي انت واخده كيلو يا فوزيه. الكيلو دي ده انا قسمته نصين، نص هعمل لكم بيه وصفه الفينو والنص التاني عامله لكم بيه وصفه برضو رهيبه، استنوها ان شاء الله الفيديو الجاي. حطيت بقى على نص كيلو دقيق كيس من الخميره الفوريه ومعلقتين كبار من السكر، وهضيف معلقتين كمان من اللبن البودر، وده اختياري، يعني لو مش حابه تضيفيه، في الافران ما بيضيفوهوش على فكره، بس انا بحب اطعمه باللبن البودره. هتحطي بقى كوبايه وربع من الميه الدافيه وبس كده، مش معايا غير معلقتين زيت، وكده مكوناتي كلها خلصت. ايه ده معقول؟ هو الموضوع سهل وبسيط قوي كده؟ ايوه سهل وبسيط قوي كده. اول ما بنقلب كده المواد مع بعض وتبدا تختلط وتكون عجينه، ضيفي الزيت وعجيني كويس قوي. هنا خطوه مهمه، انك لازم تعجني العجينه على الاقل خالص لمده 7 دقايق لحد ما تكون معاكي عجينه طريه كده. كل ما كانت طريه وبتلزق كل ما هتديكي نتيجه احلى. يلا بقى نركنها يا دوب نص ساعه تختمر ونرجع لها على طول. ده بقى شكل العجينة بعد ما اختمرت، هنديها بوكس كده ونلمها ونهبطها كمان مرة. بعدين بقى هنبدأ نقطعها. التقطيع هنا بيرجع لك انتي، عاوزة تعملي فيه انه حجم كبير مفيش مشكلة، عاوزة تعمليه صغنن ونمانيمه زي اللي انا عاملاه كده، انا عاملاه زي بتاع المخابز بالظبط نفس المقاس. هتقولي لي كام جرام؟ هقولك يعني حوالي 40 جرام القطعة الواحدة. تمام، هيعمل معاكي ما شاء الله 22 رغيف. هقطع بقى كله كور بالشكل ده، وركزي انك تغطيها علشان ما تنشفش منك. بعد بقى ما تشكلي كل القطع، بصوا بقى التشكيل سهل قوي 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 بس مهم جدا علشان يديك التوريقه بتاعه الافران. بتفردي كده قطعه العجين بالشكل ده على شكل دايره، وبعدين بتبداي تعمليها رول من غير ولا تدهنيها ولا اي حاجه خالص. لفيها كده زي الحلزونه، يما الحلزونه. ايوه بالشكل ده كده زي الاسطوانه. وبعدين خديها على طول بس قفليها كويس ورصيها في صاج مدهون دهنه بسيطه بالزيت. شايفين بقى الموضوع سهل وبسيط جدا. عايزه اقولك بقى لو عملتي كيلو من الدقيق هيعمل معاكي كميه كبيره جدا، ممكن يكفيكي اسبوع او اكتر على حسب افراد عائلتك. حلوه عائلتك دي يا ولاد، انا بتكلم لغه عربيه. خلاص بقى بعد ما اختمر سبته يختمر كمان نص ساعة وده ضروري. وبعدين بدهنه بقى بحليب من على الوش. دهنة الحليب دي بس عشان اللمعة، لكن انتي ممكن تدهنيه مية مفيش مشكلة، ممكن تدهنيه صفار بيض لو حابة تدلعيه شوية مفيش مشكلة، ممكن تحطي على الوش سمسم حبة البركة براحتك. وبيدخل الفرن على أعلى درجة حرارة في الرف اللي في النص لمدة 12 دقيقة. بيطلع بقى معانا اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده. يستاهل بقك يا ست الكل، يستاهل بقك يا فوزية. بصوا الجمال والحلاوة، خطير، مورق كده وهش وعامل زي السحابة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يستاهل بقى لايك ولا لأ؟ الوصفة بتاعت الفيديو الجاي كل ولادنا بيحبوها، وان شاء الله انا واثقة انها تعجبكم قوي. بتستصعبوها بس هي سهلة خالص. استنوها ان شاء الله، وبرضو ب10 جنيه. حط بقى لايك للفيديو واستنوا الفيديو الجاي، ويلا بينا نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولولي بقى وصفة النهاردة تستاهل كم من 10؟ اكتبولي بسرعة في الكومنتات. يلا بسرعة قومي اعملي الفينو حالة لولادك وصوريه كده صورة حلوة وحطيها على جروب الوصفات. هسيب لكم لينك الجروب لو مش عندكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.